السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشاركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب ورواد الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. جاي لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعة النهارده فيديو مهم جدا ورسالة لأبو نور صاحب قناة كلاب البحيرة. تمام. طبعا بشكر اي حد مشاهد او مشترك من جميع القنوات على السوشيال ميديا، وبشكر الناس اللي هي نبهتني او فاكره اللي هي طبعا اللي انا هوقع الناس او اللي انا عاوز اشمت في حد، لان في ناس بعتت لي على الفيس وعلى الواتس وعلى اليوتيوب: الحق ابو نور وقع، الحق ابو نور بقى عنده مصايب، الحق ابو نور الكلاب بتاعته بقت تموت وبقت ميته، الحق ابو نور العقول عنده ماتت ومش عارف ايه. وبعتوا لي فيديو اللي طبعا احنا نوهنا يا جماعه من فتره، اللي احنا من بدايه السنه اللي احنا مالناش دعوه بحد، سواء حد بيعمل حاجه حلوه بيعمل حاجه وحشه، قلنا مالناش دعوه بحد، وكل واحد الله يسهل له في المجال اللي هو بيعمله، وكل واحد ربنا يعينه. وخلاص الناس كلها فهمت وعندها عقول، والناس كلها بقت تربي، والناس كلها بقت فاهمه المعلومه الصح من الغلط، والناس كلها بقت فاهمه هي بتتابع مين، وفاهمه مين اللي بيشتغل نفسه ومين اللي بيعمل اي كلام والكلام ده. طبعا يا جماعه احب اقول للناس المشتركين دول او الناس اللي هم بعتوا لي الفيديوهات دي او الفيديو ده بتاع ابو نور. طبعا انا بقالي فتره ما بتابعش حد، بتابع نفسي. وطبعا اتفرجت على الفيديو بتاع ابو نور اللي هو كان اللي قال عليه المصايب اللي حصلت ليه، وقال على المشاكل بتاعته اللي حصلت، اللي هو في دكتور عمل معاه مشكله او موت له او تعب له بقره او جاموسه وموت له، وفي واحده خد منها اشترى منها ادويه وموتت له الكلاب بتاعته اللي هو غضب الكلاب بتوعه. طبعا رسالتي لابو نور: اقف من تاني وارجع وما تبصش تحت رجلك، وربنا يقويك اللهم شماتة. طبعا محدش يقدر يشمت في الوضع ده اللي هو فيه. طبعا بقول لك اللي انت ان شاء الله بامر الله ارجع بص لشغلك من تاني، ما تبصش لاي حاجه وراك، ما تبصش للي حصل لك. بالنسبه للكلاب اللي ماتت او الجاموس او البقر والحاجات اللي انت فقدتها في الفتره اللي انت عصرتها في الفتره الاخيره، بقول لك ربنا يعوض عليك وشد حيلك، وان شاء الله بامر اللي جاي احسن ليك ولينا وللجميع. وطبعا في ناس ممكن تقول ابو مصطفى انت كنت بتحاربه وكنت ما بتحبش الفيديوهات بتاعته اللي هي الافكار الغامضه او الافكار الخاطئه. طبعا يا جماعه ما ينفعش انا في الوقت ده، حتى لو انا عاوز اطلع اهاجم ابو نور، ما ينفعش في وقت السقوط بتاعه او في وقت المصيبه او في وقت الشده اللي هو فيها اللي انا اطلع اهاجمه، او اللي انا اقول له اللي انت بتعمله ده انت المسبب فيه وانت اللي غلطان فيه بسبب دماغك. لا، ما ينفعش اقول له كده. ليه؟ لان هو في وقت عاوز الناس تقف جنبه. ومين؟ انا لازم اكون اول واحد جنبه او في ظهره. ليه؟ في فرق من معلومه خاطئه هو بيقولها او بعض المعلومات الخاطئه اللي هو كان بيقولها، وفي فرق من ان انا ههاجمه في بعض المعلومات دي سواء هو او غيره، وفي فرق من اللي هو الراجل في محنه لازم اللي احنا نتكاتف كصاحب او صحبه مجال واحد او صحبه شغل واحد على السوشيال ميديا اللي هو مجال الكلاب. ما ينفعش اطلع اهاجمه في الوقت ده، لا. واحنا زي ما احنا قلنا يا جماعه في الفتره الاخيره او في السنه الجديده اللي احنا بدأنا بيها، كل سنه وحضراتكم طيبين، اللي احنا مالناش دعوه بحد، خلاص وصلنا للمرحله الحمد لله بفضل ربنا مسموعه، والافكار اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم بيها خلاص انتشرت خلاص، والناس خلاص بقت فاهمه. بس يا فايتر عيب، والناس بقت فاهمه يا جماعه ايه الصح وايه الغلط وده 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 خلاص يعني. وفي نفس الوقت احنا عايزين نبص لشغلنا ونبص لحاجاتنا، واحنا الحمد لله بفضل ربنا شغلنا هو اللي بيتكلم عنه. انما احب اقرر تاني لابو نور، ما اقدرش اقول لك اللي انت غلطان، يعني ما اقدرش اقول لك اللي انت ليك برضه جزء في الخطا اللي انت وقعت فيه او وقعت فيه مع الناس، لان انت راجل على لسانك كذا مره بتقول ان انت عندك خبره بقالك 15 سنه او 20 سنه او 20 او 10 سنين. المفروض انت كغاوي او فهمان زي ما انت بتقول، المفروض ان انت فاهم مين اللي بيتعامل معاك ومين اللي بتاخد منه علاجات ومين اللي هو يخش عندك يدي علاجات للكلاب او يدي علاجات للمواشي او المفروض ان انت تكون برضه متحمل جزء، مش جزء صغير، جزء كبير كمان من الاخطاء اللي حصلت لك عن طريق الناس اللي انت قلت عليهم. بس احنا مش في وقتنا هذا اللي احنا نقول انت اخطأت او الناس اخطأت او انت ليك جزء في الخطأ او لا. احنا
رسالتنا لابو نور اللي انت ان شاء الله امر الله ارجع تاني وقف تاني، وربنا يقويك ويعينك ويعوض عليك ربنا باي حاجه حصلت لك. ويا جماعه ده بيبقى ابتلاء لاي بني ادم فينا مهما كان هو ايه، وكلنا بنخطأ تمام، وخير التوابين الخطائين. يعني افضل حاجه عند ربنا اللي هو بيخطأ، اللي هو التايب ده اللي هو كان خاطئ. طبعا كلنا مهما نعيش ومهما نكبر لسه بنتعلم، واللي فاكر نفسه اللي هو كبر وتعلم كل حاجه تاكدوا يا جماعه ما يبقاش عارف اي حاجه وما يبقاش فاهمين في اي حاجه. طبعا تاني وتالت ورابع ما تزعلش وربنا يعوض عليك ان شاء الله بامر الله. ونصيحتي ليك ان انت ما تقبلش اي عوض، ونفض وكبر دماغك من اي حاجه حصلت لك، وبص بقى قدامك وشوف ايه اللي انت اخطأت فيه وتعلم منه وابتدي صلح فيه. ان شاء الله بامر الله اللي جاي احسن ليك ولينا وللجميع. ده فيديو كده بسيط لابو نور، لصاحب المجال اللي احنا فيه كاصحاب مهنه واحده او اصحاب. ده المفروض ان احنا ربنا عليه كمسلمين او كاخوه اقباط زي ما احنا قلنا كذا مره، الدين لله والوطن للجميع. ملوش علاقه بديانه، ليه علاقه من القلب، اللي انت ما تشمتش في حد صاحب مهنه بتاعتك او صاحب مجال زيك او اي حاجه مهما كان ما بيننا وبين بعض صراعات. ده الاصل هنا اللي بيبان، ومعدن الناس هي اللي بتبان. وزي ما قلنا يا جماعه الناس كانت فاكره ان انا هطلع بقى اشمت في ابو نور، والناس اللي كانت بعتت لي دي كانت في ناس ممكن تبقى عاوزه تتفرج احنا بنشتم في بعض او بنبهدل في بعض. لا ده مش في المجال، مش في الوقت حاليا، مش في الوقت اللي انا مهما كان مين الاخطا سواء ابو نور او الناس اللي اشتغلوا معاه او الناس اللي هم جوله. ما ينفعش ان انا اطلع بقى امسك الحديده واقول بقى ايه وسوي وانت اللي غلطان وانت اللي مش عارف ايه يا ابو نور. لا ده مش الوقت ده اللي انا اقدر اهاجم شخص هو اصلا عايز المساعده من اي حد. وطبعا تاني وتالت ورابع يعوض عليك ربنا، وان شاء الله بامر الله ربنا يعوضك بالخير وبالاحسن. وان شاء الله بامر الله كلنا بنخطأ، والحمد لله اللي جت على قد كده. فادت اي حاجه عندك، فادت اولادك، فادت نفسك، فادت الحاجات اللي ظهرت دي اللي حصلت دي، ده ابتلاء من عند ربنا. وطبعا يا ريت ان انت تحمد ربنا في الوحشه قبل الحلو. يا رب يكون صوتي وصلك ان شاء الله بامر الله. وحابب ان انا اقول للناس اللي هم بعتوا لي برضه، اللي هم كانوا فاكرين ان انا هطلع اشمت في ابو نور، او ان انا هطلع امسك له بقى اخطائه زي ما بيقولوا العجل بقى ما بتكتر سكاكينه، وما بيقع بتكتر سكاكينه. لا ده مش مبدأنا او نظامنا. احنا هدفنا من الاول لما احنا عملنا القناه توعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. وبالتالي الحمد لله بفضل ربنا كنا احنا اول حد او اول ناس بنهاجم اي شخص مهما كان هو بالنسبه لنا ايه. احنا بنهاجم الفكره اللي هو بيشتغل بيها، انما ما بنهاجمش اشخاص، بنهاجم الفكره. وطبعا زي ما احنا قلنا ما ينفعش ان انا اطلع اهاجم حد دلوقتي، وخاصه راجل صاحب مصيبه او راجل صاحب ابتلاء او راجل صاحب مشكله. ما ينفعش اطلع اهاجمه، لازم اكون انا اول واحد في ظهره، برغم ان انا كنت انا اول واحد بهاجمه بالافكار، بعض الافكار الخاطئه. طبعا لاخر مره ربنا يعوض عليك يا ابو نور، وتحياتي ليك وتحياتي لاسره قناتك على اليوتيوب، وتحياتي لاسره المشاهدين بتوعي، وتحياتي برضو للناس اللي هم بعتوا لي الفيديو او بعتوا لي اللي هم كانوا فاكرين ان انا هطلع ادبح في الراجل. طبعا ده مش مجال او مش وقته ان انا اطلع ادبح فيه. لاخر مره بقول لك ربنا يعوض عليك. ونصيحه مني ليك ان انت ما تقبلش اي عوض مهما كان هو ايه الخسائر، ومهما كانت الخسائر ايه. كبر دماغك وبص قدامك وما تبصش تحت رجلك، وبص قدامك على طول. وان شاء الله امر الله ربنا يعوضك بالخير، وتكون اخر الاحزان ليك ولاي حد ان شاء الله. وربنا ما يكتبها عليك تاني وما يكتبهاش على اي حد ان شاء الله. يا رب يكون الرساله وصلتك يا ابو نور. وتحياتي للجميع المشتركين معانا. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم يا ريت نكتر من اللايك والشير. ولو انت اول مره تشوفنا النهارده يا ريت يعني الفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير. ويا ريت تشتركوا في زر جرس الكل عشان يوصلك انت اول حاجه. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.